السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب كده الامتحانات اللي عدت تكون كده موفقة معاكم، تكونوا أديتوا كويس في الامتحانات اللي فاتت. بص يا سيدي، طبعا أنا عندك على التشانل في عندنا فيديو كان نازل من حوالي كده كام يوم. الفيديو ده فيه شرح المنهج بالكامل. تمام؟ طيب، كمان شامل معاه السكيلز. السكيلز ديت مهم جدا ان انت تشوفها، مهم جدا 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 ان انت تشوفها. ليه؟ لان يا جماعة السكيلز ده مش منهج. ازاي؟ يعني السكيلز دي من المهارات اللي هتخليك تعرف تحل بالنسبة للقطع والديالوج وباقي الحاجات والرايت وهكذا. فانت لازم تكون فاهم الاساسيات بتاعت الحاجات دي، فلازم برضو كده ان انت تراجع عليها. انا عندي المهم ان انت تسمع اخر نص ساعة من الفيديو، اللي هو اخر نص ساعة بتاع السكيل. تمام، مهم جدا ان انت تكون معدي عليه. والجرامر برضو نفس الكلام، الجرامر مشروح في ساعة واحدة، فالتوتال هتلاقي ساعة ونص الفيديو. تمام، انت لو واقع منك حاجة في اي حاجة في الجزء ده، مهم جدا ان انت تسمع تشوف الحاجة اللي انت واقع فيها قبل ما تخش الامتحان. طيب، هحل معاك انا النهارده الامتحان الاستشهادي ده. الامتحان ده مهم جدا، ده بتاع محافظة الجيزة، فمهم جدا ان انت تكون حليت. تعالى كده نخش على الاسئلة. بص يا سيدي، انت هتلاقي كده معاك الامتحان متقسم. اول حاجة الاربع اسئلة ودول بيخصوا الريدنج. حلو الكلام. طيب، كل سؤال من دول عليه نص درجة. تمام. ودايما بيسألك في الحاجات اللي ليها علاقة بالكلمات. يعني هنا بص كده، اول سؤال دايما بيسألك في الحاجة اللي ليها علاقة بالكلمات. حلو الكلام. والباقي بيسألك على التعريفات. انا بكلمك في العموم، مش شرط الامتحان ده. والباقي بيسألك على التعريفات او معاني الحاجات، او بيسألك على المضاد لحاجة او هكذا، السينونيم والانتونيم والبريفكس والصفة. طيب، تعال نشوف كده اول سؤال. تعال نشوف كده السؤال الاول هنا بيقول لك we add the prefix. حلو الكلام. طيب، احنا بنضيف prefix هنا معناها البادئة. طيب، احنا بنضيف البادئة لحاجة هنا مش عارف، لكلمة هنا credible. حلو الكلام. عشان اوصل للعكس. ماشي. طيب، credible دي انا مش عارفها، انا مش عارف دي معناها ايه. دي معناها يصدق. تمام، بس انا مش عارف. فهنا بيقول لي ان انا عايز العكس. تمام. يعني انا لو مش عارف معناها، هنا بيقول لي عايز الاوبزيت، عايز اعرف العكس بتاعها ايه. طيب، فانا هنا عندي الحاجه اللي بتعكس، عندي اللي هي ان اهي. حلو الكلام. لما احطها هنا وهي كانت بمعنى يصدق، يبقى هنا غير يصدق. فلما احطها هنا هتبقى معناها غير صادق. حلو الكلام. يبقى كده هي جابت لي العكس بتاعها. ماشي. هنشوف اللي بعده. السؤال التاني هنا، بص يا سيدي، لو انا مش عارف، بص كده انا بتعامل في الامتحان ان انا في مكان. دلوقتي انا لو مش عارف اصلا معاني كلمات من دول، انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي هتلاقيني ان انا بحل بدماغي. بص يا سيدي، السؤال التاني هنا بيقول لي is a safe. حلو الكلام. place. طب place دي معناها مكان، يبقى مكان كده، مكان امن. ماشي. بنستخدمه لايه؟ بنستخدمه للانسان هنا yourself، عشان تأمن نفسك. بص كده، انا مش بترجم السؤال بالحرف. لا، انا بحاول افهم كده من السؤال هو بيتكلم على ايه. يبقى كده مكان امن. هنا ستريت لا. هنستبعد بقى. حلو الكلام. هنا لقيت عندي كلمة، لو انا كنت حافظ الكلمات، تمام، الكلمة ديت معناها ايه؟ معناها المأوى. شيلد معناها المأوى. طيب، يبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتمشي هنا. ميوزيوم لا. هو المتحف، انا هستفاد هنا لما اروح المتحف؟ هل ان انا هبقى مأمن نفسي ازاي كده؟ مش فاهم. لا. يبقى هنا كلمة المأوى دي انسب حاجة، هتبقى دي الاختيار. تعال نخش على اللي بعده. السؤال التالت هنا بيقول لي بص، انا عايز الانتونم، وانا اتفقت معاك ان كلمه انتونم دي معناها المضاد، وبتساويها برضو كلمه اوبزيت اللي احنا لسه شايفينها في السؤال الاولاني هنا. تمام. طيب، انت عايز الانتونم من ايه؟ من الكلمه دي. دي كلمه معناها وورد. حلو الكلام. هنا بيقول لك انا عايز الانتونم المضاد ليها. دي كلمه ايه؟ كلمه famous، اللي هي معناها مشهور. طيب، هي باينه اصلا. انا عندي هنا دي لا مش هتنفع. عندي كلمه النون دي. حلو الكلام. النون ديت هي انسب كلمه، لان هنا هنا حطيت البريفكس اللي في الاول اللي هي بتنفي، وهنا ديت معروف.
تمام، يبقى كده معايا الإجابة مظبوطة. طيب تعالى نخش على اللي بعده. السؤال الرابع هنا بيقول لك the museum، تمام، showed ديت معناها أظهر، حلو الكلام. old حاجة، طيب أنا هنا مش عارف، في فراغ. طيب من from هنا ده حرف جر from، معناه من حاجة، تمام، حاجة قديمة بتاعت مصر. طيب أنا بص، أنا بحل بدماغك أهو، أنا ما بترجمش، أنا بتعامل إن أنا مش عارف الكلمات أصلا. طيب هنا جوس، هنا عصير، هي في حاجة اسمها إن أنا هظهر عصير مصر؟ مفيش حاجة اسمها كده. تمام. هنا البحار لأ. تمام. عندي بقى هنا حاجة مهمة، ودي كانت في الكلمات، artifacts اللي هي القطع الأثرية القديمة. يبقى احنا كده دي هي الوحيدة اللي هتمشي، يبقى كده هتبقى الإجابة مظبوطة. تمام. تعال نخش بقى على السؤال اللي بعده. تعالى كده نترجمه. عندي هنا الأول dangerous دي معناها المخاطر، حلو الكلام. طيب اللي بعدها building، هنا معناها المبنى، يعني حاجة مبنية أو المبنى ده noun. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. brave هنا دي مهمة جدا، ودي معناها شجاع، حلو الكلام. طيب هنشوف اللي بعده. alive على قيد الحياة، يبقى احنا كده ترجمناه. طيب تعالى بقى كده نقرأ ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي، او تعالى كده بقى نشوف ان احنا هنفهم ايه. وضروري جدا ان انا ابقى يعني، عشان وانت بتحل اي حاجة فيها تكست زي كده، لازم تقف عند كل فول ستوب، كل نقطة هنا كده، تمام، وكل فاصلة زي كده، وتشوف انت فهمت ايه عشان تعرف توظف الكلمة. لان انت هتلاقي ان هنا، هتلاقي ان انت تعرف تحل السؤال ده بناء على السياق اللي ماشي. وللعلم مش لازما اصلا تكون عارف كل الكلمات دي، بالعكس، انت لو عرفت لك مثلا من كل جمله 3 4 كلمات، هتعرف ان انت تلم وتعرف ان انت توظف الكلمه اللي مديها لك فوق. courage and survival، حلو الكلام. too important، ماشي، هترجم لك انا كل اللي مفهوم من الكلام ده دلوقتي. تمام. qualities that help people. طيب تعال نقف. face difficult situations in life، ماشي. طيب يبقى انا كده عندي courage and survival two important qualities that help people. وقفنا يا عم عند الفول ستوب. تعالى كده نفهم احنا فهمنا ايه من الكلام ده كله. تعالى نفهم كده اللي انا قرأته ده كله معناه ايه، هنمسكها حتة حتة. هنا بيقول لك من البداية كده، بيقول لك الشجاعة والبقاء مالهم؟ دول صفات مهمة بتساعد الناس على ايه بقى؟ بتساعد الناس ان هي تواجه التحديات والمواقف الصعبة. ماشي. طيب فهمنا ايه تاني؟ المواقف الصعبة فين؟ المواقف الصعبة في اللايف، في الحياة. ماشي. طيب يبقى انا كده فهمت الجزء ده كده. تعال نكمل. تعال نخش على الجملة التانية. هنا بيقول لك carriage means هنا بص كده، ثواني عشان القلم علق. تعال نخش على الجملة التانية. هنا بيقول لي carriage means، طيب ثواني بقى كده عشان الحتة دي مفيش امتحان بيخلو منها، اللي هو يسألك على معنى حاجة. means معناها ايه؟ طيب هنا بيقول لك الشجاعة معناها ايه؟ ان انت ايه، او ان انت تبقى ايه. فطبعا انا قلت لك ان انا عندي brave دي معناها شجاع، فطبعا الشجاعة معناها ان انت تكون شجاع، يعني باينة قوي. طيب ودي كده رقم واحد. تمام. انت تكتبها هنا بقى. ماشي. تعالى نكمل. and strong ان انت تبقى قوي. ماشي. هنا بيقول لك even when we feel، تمام، arrived، حتى لما نشعر ان احنا برضو خايفين. طيب هنا نقطة، خلاص كده احنا ايه، خلصنا جملة. تعال نخش نفهم بقى ونشوف الجملة التانية بتتكلم معايا على ايه بقى. طيب تعال نخش كده على الجملة اللي بعدها. هنا بيقول لي survival دي معناها ايه؟ معناها النجاة او القدرة. طيب نفس الكلام، بص means انا عايز المعنى، حلو الكلام. طيب ال- البقاء ده بيخليني، او النجاة ده بيخليني ان انا اكون ايه، stay اهي، ان انت تكون ايه، تبقى على قيد الحياة، صح كده. طيب ما انا عندي كلمة alive اللي هي فوق دي اهي،
دي معناها إن أنا أكون على قيد الحياة، يبقى دي كده اللي هتمشي معايا، فدي هتكون رقم 2. طيب تعالَ نخش على اللي بعده and overcome challenges، دي معناها إن أنت برضك إن أنت تواجه التحديات، حلو الكلام؟ طيب تعالَ نشوف اللي بعده during hard times، معناها إن أنت تواجه التحديات، هنا كانت الأول during hard time، في الأوقات الصعبة، ماشي. كده خلاص إحنا كده خلصنا من الجملة دي، فهمنا اللي فيها أو الجملة كاملة. تعال نشوف اللي بعده، كده خلاص أهي في نقطة، يعني إحنا خلاص خلصنا من البند ده. هنشوف اللي بعده وهنتسأل على الجزء اللي بعده. طيب في الجملة اللي بعدها هنا بيقول لك together، يعني هما الاتنين، مالهم هما الاتنين؟ هنا هو ذكرهم تاني، تمام، بتساعد الناس على إيه بقى؟ هنا الراجل سكت. طيب تعال نشوف اللي بعده عشان نفهم. هتبقى achieve، هنا ده هتاخد رقم 3. طيب تعال نشوف اللي بعده، هنا بيقول لك many people، تمام، show courage، يعني الناس، بعض الناس بتظهر الشجاعة لما بيواجهوا حاجة. طيب لما بيواجهوا ايه بقى؟ هي مفيش غيرهم، هما اتنين، وديك معناها ايه؟ معناها المخاطر، صح كده؟ طيب يبقى هي ديك هتكون الإجابة صح 100%، لأن انت خلاص انت ما عندكش غير اتنين، انت بتبدأ ان انت خلاص بقى لما بتلاقي الدنيا بتخف معاك زي كده، بيكون يعني ما بيكونش فيه إجابتين عليهم جدال يعني. طيب تعال نشوف اللي بعده. سؤال القطع ده سؤال مهم جدا، وانا علمتك في الفيديو اللي فات ازاي تتعامل مع اي قطعه تجيلك، وقلت لك ايه الاسئله اللي بتتكرر بحيث ان انت تكون عارف شكلها وبتيجي ازاي. طيب تعالى كده نبدا ان احنا نقرا القطعه ونترجمها، طبعا هترجمها كل جمله جمله، تمام، ونشوف احنا فهمنا ايه. Traditions are very important in people's life. طيب يبقى انا كده عندي العادات مهمه جدا في حياه الناس. طيب الجزء التاني بيتكلم معايا كلمة بيكوز، هنا قلت لك دي بتاعت السبب لو فاكر. بيكوز علشان ايه بقى؟ زي كونكت، بتخليني ان انا بربط ايه بقى؟ بربط البريزنت، الحاضر، الماضي، ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. هي عادات وتقاليد بتتنقل منين؟ من الابهات، تمام، للابناء، تمام، من البيرنتس للchildren. طيب من جيل الى اخر، ماشي. طيب خلاص تمام كده، تعال نخش على اللي بعده، الجملة اللي بعدها. traditions اللي هي العادات والتقاليد help people، بتساعد الناس إن هم يفهموا التاريخ بتاعهم، وكمان بيحسوا بالفخر، تمام، من الثقافة والحضارة بتاعتهم، وكمان الهوية identity، دي معايا من يونت 1 لو فاكرها، معناها هوية، ماشي. هنخش على اللي بعده. بص الكلمة اتكررت معايا كام مرة، تمام، هنا بيقول لي العادات بتلعب دور مهم، تمام، في إيه؟ إن هي تقوي معايا العيلة، تمام، وكمان العلاقات أهي، ماشي. طيب هنخش على اللي بعده. أفراد العيلة، تمام، and friends، الأصدقاء مع بعض، مالهم بقى؟ بيتشاركوا الوجبات، تمام، بيستمتعوا كمان مع بعض. بيستمتعوا بإيه؟ بيستمتعوا مع بعض بالactivities اللي هي الأنشطة، تمام، وكمان activities، وهنا كمان في كلمة special، تمام. special هنا معناها اللي هي الأنشطة اللي هي المتميزة أو الخاصة بيهم، ماشي. هنخش على اللي بعده. happy memories، يعني ذكريات سعيدة، ماشي. طيب هنخش على اللي بعده. والعادات دي برضك بتعلمنا إن إحنا نتعلم القيم المهمة، تمام. أدي بص كده، عندي كلمة values دي اللي هي معناها القيم، دي برضك من الترم الأول. such as respect. طيب respect دي معناها الاحترام لو انت فاكر، ودي كانت معايا من الترم الاول برضو، تمام. طيب وعندي كلمة as دي تيجي بمعنى زي او مثل، كلمة مهمة وهتفيدك جدا وانت بتكتب، ماشي. تعال نخش على اللي بعده، ودي كلمة مش رابط يا جماعة، as معناها رابط، بيربط، ماشي.
طبعا هنا بيقول لك cooperation معناها التعاون. and هنا بنكمل طبعا children الأطفال learn معناها يتعلموا. ماشي، وبيتعلموا إيه؟ الأطفال بتتعلم إن هي إزاي يحترموا الأكبر منهم. ماشي. care for others معناها إن هما يحترموا الباقي أو يعتنوا بيهم. تمام، معناها هنا إن هي care. careful معناها يعتني بيه. تمام، يعتنوا بالآخرين. and follow معناها إن هما يسمعوا كلامهم أو يتبعوه. ماشي، هنخش على اللي بعده. rules معناها إن هما يتبعوا الحاجات اللي هما حاطينها أو الحاجات اللي في العادات والتقاليد بتاعتنا. تمام، إن هي الكلمة اتكررت معايا تاني. in addition هنا دي معناها بالإضافة إلى. تمام، بالإضافة لإيه بقى؟ تعال نشوف. وكمان هنا العادات والتقاليد أو التقاليد بتاعتنا بتساعد إن المجتمع يكون يونايتد متحد. تمام، ماشي، يونايتد دي معناها متحد. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. and organized. organized دي معناها منظم. بص يا جماعة، التكست دي كلها يعتبر من الكلمات بتاعت المنهج. خلي حافظ كلمات منهج، لأن احنا من أول يوم في السنة واحنا يا جماعة بنقول حفظ الكلمات بيخليك إن أنت خلاص هو بيسهل عليك المادة بشكل عام. يعني أنت المنهج مش جرامر بس، المنهج كله يعتبر كلمات، واحنا بننبه من الموضوع ده من أول السنة. طيب تعال نخش على اللي بعده. learning about traditions التعلم عن التقاليد ديت بيعمل ايه بقى؟ تعال نشوف. in different countries معناها البلاد المختلفة، في البلاد المختلفة. ماشي، طيب. helps people respect يعني بتعلم الناس ان هم يحترموا الثقافات الاخرى. ماشي، طيب تعال نخش على اللي بعده. in conclusion في النهاية، التقاليد مش حاجات بتتكرر. ماشي، ولكن بتكون جزء أساسي من بناء building. تمام، عائلات قوية strong families. ماشي، تعالى بقى كده نخش على جزء الأسئلة. بص يا سيدي، تعالى كده نبدأ بالسؤال الأول. هنا بيقول السؤال ده طبعا بيتكرر كتير، وفيديو القطع مهم جدا. فيديو القطع أنا سايبهولك في الفيديو بتاع المنهج بالكامل، في بقى إزاي تتعامل مع القطع والرايت وكل حاجة حرفيا. بص يا سيدي، هنا بيقول لك the underline يعني the underlined pronoun يعني الضمير اللي تحته خط. تمام، هو بيشير الى ايه ده بقى؟ طيب عايزين نعرف هو فين اصلا الضمير ده كده الاول. هو هنا بيقول لي الضمير زي اهو. طيب ده بيشير لايه؟ بيشير للعادات والتقاليد اهي اللي هي كان بيتكلم عنها الموضوع. ماشي، تعال نخش على السؤال التاني. السؤال التاني هنا بيقول لي عايز يعرف ايه الكلمة الاقرب لكلمة value. تمام، طيب اهي بص كده، ليك لي اهي. تمام، وعايز يعرف ايه الكلمة الأقرب ليها. طيب أنا عندي كلمة benefit معناها زي الفايدة كده. تمام، لأن value هنا معناها قيمة. ماشي، دي أقرب حاجة يعني. طيب تعال نخش على اللي بعده. السؤال التالت هنا نفس الكلام، هنا جايب لك المقولة وهنا بيقول لك إيه. عايز يعرف كلمة proud إيه أقرب حاجة ليها. تمام، هي ديك معناها فخور. فهنا هنا ساد حزين لأ، مش تنفع. تمام، فهنا أقرب حاجة تنفع اللي هي happy سعيد. طيب تعال نخش على اللي بعده. السؤال ده هنا بيقول لي what is the main idea. طبعا ده السؤال ده بيتكرر كل مرة، اللي هو عايز يفهم ايه الفكرة الرئيسية للقطعة. طيب هي القطعة كانت بتتكلم على ايه؟ تجمع كده، حاول ان انت تحل السؤال ده بنفسك وانا هحله لك دلوقتي، بس انا عايزك ان انت ايه تحاول تجمع كده هو بيتكلم على ايه. اسأل نفسك عربي الاول، هو بيتكلم على ايه الموضوع اصلا. هنا بتتكلم عن العادات والتقاليد. طيب يبقى طالما عادات وتقاليد يبقى هي كده الفكرة الرئيسية فيها ان هي بتخلي العادات والتقاليد بتخلي الناس مربوطة بالماضي بتاعها. تمام، يبقى ممكن أقول إيه مثلا، أقول traditions are important
because they connect. تمام. people with the past مثلا، يبقى بتربط أهميتها إن هي بتربط الناس بالماضي بتاعها. ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي إيه هي القيم اللي ممكن نتعلمها من التقاليد. طيب تعالى كده نشوف ممكن نكتب إيه بالعربي. حاول إن أنت برضو كده إيه تجيب أفكار عربي عشان نحولها مع بعض إنجليزي، فاهم؟ يعني أنت وأنت بتحل كده القطعة حاول إن أنت تشغل دماغك عربي مش إنجليزي. ليه؟ لأن أنت بمجرد ما هتفهم بس الموضوع عربي هتعرف إن أنت تحوله. ولذلك الجرامر برضه والقصة نفس الكلام، لو أنت فاهم الموضوع عربي تعرف تحل إنجليزي. فممكن هنا نقول إيه we can respect. طبعا أنت جبت الكلام ده منين يا مستر؟ طب ما أنا جايبه من القطعة، مش أنا كانت عندي كلمة respect اللي هي معناها احترام، وهنا بيقول لي العادات والتقاليد ممكن نتعلم منها إيه. أقول له مثلا هنا أقول له we can. تمام. إحنا نستطيع إيه بقى؟ learn نتعلم. تمام. القلم أصلا عمال يعلق ثواني. learn. learn إيه بقى؟ respect. تمام. يبقى احنا كده بنتعلم الاحترام. ماشي. دي حاجة ممكن بقى انت عادي تكمل. طيب تعال نشوف اللي بعده السؤال السادس. ست هنا بيقول لي ازاي انت بتعتقد ان الاطفال بتتعلم عن العادات؟ يعني ازاي اصلا الاطفال بتتعلم العادات دي او بيتعلموها منين؟ هنا ممكن بقى انت حاول ان انت تفكر برضه قبل ما انا اقول لك الاجابه. حاول ان انت تشغل دماغك عربي. انا عايزك ان انت تشغل دماغك عربي بس مش اكتر، عشان تكون بتعرف تربط ما بين القطعة اللي فوق. طب يا مستر أنا هترجم إزاي؟ هقول لك. لو أنت عندك لو أنت حافظ 20% بس من كلمات المنهج هتعرف تتعامل. هوريك ده ووريتك ده فوق زي السؤال ده كده. هنا أهو، ما أنا برضو كان عملت نفس الفكرة. يعني أنا زي ما قلت لك أنا بحاول إن أنا أحل معاك بكوني مش مدرس، بكوني إن أنا طالب زيك كده. مثلا أنا بقى هرجع لثالثة إعدادي وهحل الامتحان ده بأسلوبك أنت. تمام، بأسلوب الطالب بمعنى أصح. طيب تعالى كده نشوف كان بيتكلم معانا على إيه. تجمعت السؤال عربي ولا لأ؟ فهنا طبعا ممكن اقول ايه ان ان الاطفال بتتعلم من الاباء او من العائله او من آه الاباء وهكذا، او من المدرسه وهكذا. تمام. من المجتمع. طيب فدي هقولها ازاي؟ طبعا بقى انت هتقول مثلا ايه children learn. تمام. وهتقوم ايه؟ طب بص كده هقوم جايب الحته دي كده اهي children learn وهقوم حاططها هنا. هقوم مكمل يا عم. طب انت تعرف هجيب يا مستر الكلمات منين؟ هجيب كلمة آباء منين؟ وهجيب كلمة المجتمع منين؟ أهو يا عم أهي. في عائلات أهي، فاهم؟ بتلاقي الكلمات أصلا في القطعة لو أنا مش عارف معناها. تمام؟ على عم كده. طيب يبقى أنا كده فهمتك إزاي تحل القطعة. تعالى بقى كده نخش على جزء الستوري، القصة. السؤال الأولاني هنا بيقول لي كابتن ميمو. هو مفيش حاجة اسمها ميمو، هو اسمه نيمو أصلا، بس المنسق الامتحان ده فيه غلط. الامتحان ده فكر أصلا فيه أكتر من غلطة يعني، أغلبيتها في الكتابة يعني اللي بيكتب الامتحان ده. تمام. ماله الكابتن نيمو؟ كان ايه؟ كان ذكي. تمام. يبقى كده لتر ايه. ماشي. هنشوف اللي بعده. هنا بيقول لك هو هنا اعلن السلام. تمام. وحاجه تاني. تمام للماستر. طيب يا سيدي، هو هنا عندي كلمه اصلا قلم هنا دي معناها السلام. يبقى سلام واكيد هيبقى معاها حاجه تانية معنويه. طيب فين هنا الحاجه الوحيده؟ هيبقى حزن؟ لا. تمام. عندي حاجه اسمها لويال. تمام. دي معناها الولاء. هي دي الوحيده اللي هتمشي. تعال نخش على اللي بعده. السؤال التالت هنا بيقول لي نيد لاند. لاند يعني كان بيخطط لإيه؟ بيخطط للهروب بتاعه علشان as اهي. تمام. as و because و since ثلاثة بيفيدوا السبب بمعناهم علشان. طيب علشان إيه؟ he liked his. يعني هو كان بيحب حاجة. بيحب إيه بقى؟ بيحب الحرية أهي. كلمة الحرية أهي freedom. دي معناها الحرية. ماشي. تعال نخش على اللي بعده. السؤال الرابع هنا بيقول لي زمان. طيب مالهم كانوا هيفضلوا تحت حاجة. تمام. طول حياتهم هيفضلوا تحت ايه؟ هي القصة اصلا بتتكلم على البحر وحاجات زي كده. يبقى كده هيفضلوا تحت المية. الوتر. هي واضحة. ماشي.
تعال نشوف اللي بعده، تعال نحل الأسئلة الwritten المقالية. تعال نخش على السؤال الخامس. السؤال الخامس هنا بيقول لي who was نيدلاند، يعني مين هو أصلا نيدلاند ده. بص يا سيدي، طبعا انت مش هتبقى فاهم، لازم ان انت تسمع الشخصيات الاول. انت حاول ان انت كده لو انت معاك كتاب او اي حاجه تقرا القصه كده عربي الاول. ليه؟ لان هنا انت هتحتاج في السؤال القصه ده مش هتحتاج فيه دش كتير. يعني انا بشوف الناس بتستصعب سؤال الريتن، سؤال المقالي ده. بص، هو بيقول لي مين هو نيدلاند ده. طيب نيدلاند ده اصلا كان صياد. حلو الكلام. طيب فانا هقول ايه بقى؟ انا عندي كلمه صياد هي كانت في كلمات القصه، هقول ايه؟ هقول بقى ايه؟ هاربونر على طول، ممكن اقولها وهتتحسب لي. هاربونر اهي، ديك معناها صياد، صياد بحر. تمام، عادي هتكتب لي، هتتحسب لي قصدي. ماشي، من غير ما اقعد ادش كتير على فكره هتحسب لي الدرجه. تعال نخش على السؤال السادس. السؤال السادس هنا بيقول لي what was the ocean full of. بيقول لي المحيط كان مليان بايه. طيب انت من وجهة نظرك كده، بس انت لازم تكون معاك الاحداث لان دي برضك مش هتتحل كده يعني. لازم دي تكون انت عارف الاحداث عربي عربي، انا بطلب منك ان انت تبقى فاهم الاحداث انجليزي. لازم كده قبل ما تروح اللجنه تجيب الكتاب او اي ملزمه معاك بتاعه المستر بتاعك، وتكون ملامم الاحداث بتاعه القصه عربي الاول. وممكن اقول له ايه بقى؟ اقول له مثلا سي creatures، تمام، واكمل. تمام. and plants. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ان كان في مخلوقات بحريه، تمام، والنباتات اهي. مش هقعد ادش انا بقى اكتب خمس ست سطور، اهي سهله. طيب تعال نخش على سؤال الرايت اللي بيسالك فيه على الجرامر. هنا من قبل ما اقرا اصلا الجمله، هنا بيقول لي استخدم لي افتر. ماشي، هي افتر دي بتاعت دي معناها بعد الاول، تمام، وبيجي بعدها ماضي تاني. ماشي، تعالى كده نشوف. اللي هو الحدث الأول، والجملة التانية تبقى ماضي بسيط اللي هو التصريف التاني. بس انا عايزك تاخد بالك من حاجه، ان بص هنا كده في فاصله ما منهم، يبقى كده دي معناها جملتين. طيب طالما جملتين، يبقى الجمله الاولى هتبقى ماضي تام، الاولى هتبقى ماضي تام past perfect، والتانية هتبقى ماضي بسيط. بمعنى ان انا في الجمله الاولى هحط had plus البي بي، والتانية هحط الفيرب بلس اي دي. تمام. لو انت مش عارف الكلام ده او واقع منك، هتلاقيه في الفيديو بتاع شرح المنهج بالكامل. فيديو مش مكمل ساعة ونص، هيلم لك الدنيا. ماشي. هنا ممكن اقول له ايه بقى؟ هحط after في الاول، يبقى after. تمام، هيجي بعدها ايه؟ subject I I had، دي هتبقى small I had. تمام. done. ماشي. my work. تمام. كده انا خلصت الجملة الاولى. تعالى بقى كده نخش على الجملة التانية. I I went، أو ثواني، كلام بيها I went. حاول تفهم الخط عشان القلم اللي معايا مش احسن حاجة. تمام. I went home، يعني انا بعد ما خلصت الشغل ذهبت ايه؟ الى المنزل. ماشي. زي ما قلت لك برضو في القاعدة اهي، وشفتني وانا بركب ايه؟ ال- الجملة. ماشي. هنخش على اللي بعده. السؤال التاني هنا عايز نستخدم where. طيب where ده مصر احطها في النص؟ لا يا عم، مش دي. where دي، وعشان كده لازم تيجي في الاول علشان في علامة استفهام، يبقى ده كده عايز نعمل له سؤال. قال لي اه مظبوط. طب تعالى كده نشوف بنعمل السؤال ازاي. عشان اعمل لو انت برضك ما بتعرفش تكون سؤال، انا شارح الكلام ده في المحاضرة برضه. لو انت عايز تعمل سؤال هتحط كلمة الاستفهام في الاول اللي هي where. تمام. ماشي. طيب فين هنا الفعل المساعد؟ ممكن نحط مثلا did. تمام. طيب بعد كده she.
هتبقى use ليه؟ عشان في did. طالما انا هستخدم did يبقى انا مش هحط used، هتبقى use بس. ماشي. to life. ماشي. حط علامة الاستفهام بعدها. ماشي يا سيدي، تعال نشوف اللي بعده. indirect و indirect. بص بقى يا سيدي، هنا هاجي اقول له تمام. هنا طبعا انت عايزني ان انا امر، ان انا ده عندي صيغة الامر. تمام. عندي صيغة الامر في الدايركت والاندايركت، وده زي ما قلت لك هو مشروح في الفيديو اللي فات. بص يا سيدي، هعمل ايه هنا؟ هبدأ الاول هنا ذا بوليس، هنزلها تحت. تمام. اهي هنزلها انا عشان بس القلم اللي معايا بيعلق، فانا هعمل لك كده هنزلها هنا. ماشي. طيب ذا بوليس اوفيسر. ماشي. هعمل ايه بقى؟ تمام. هحط بعد كده الفعل اللي عندي اللي هو الاوردر، اللي هو الايه اللي هو عايزني ان انا احطه، هحطه هنا. ماشي. طيب اهي هحاول اكتبها لك. اهي. ماشي. طيب بعد كده اديك شفت التركيبة. تمام. هقوم جايب الضمير اللي عندي، تمام، اللي هو هيكون هم. هحولها. طبعا انا شارح برضو ازاي تحول الضماير دي. ماشي. بعد كده not true، لازم نيجي بعدها المصدر. ماشي. true ايه بقى؟ true move. ماشي. تعال نخش على اللي بعده. هنا سؤال الكومبليت. هنا بيقول لي، هو هنا بص كده، هو بيقول لي هنا في كده فكرة السؤال ده ان هو الجملة دي فيها غلط واحنا عايزين نعدلها. ايه الغلط؟ والله هنا الغلط عندي فعل promise، هنا لازم يجي بعديه to والمصدر. حلو الكلام. هنا جاي لي visit بس لوحدها، فانا لازم ان انا احط ايه؟ احط to وبعد كده الفعل في المصدر. ماشي. وهو كان ناقص حرف الجر to. طيب تعالى نخش على اللي بعده. هنا برضك تعالى كده نشوف، هنا برضك بيقول لي الجملة دي فيها غلط. ماشي. انا عندي فيستيفال هنا ديت معناها الاحتفال. طيب هو الاحتفال ده عاقل ولا غير عاقل؟ قال لي لا ده غير عاقل، فما ينفعش ان هو ياخد هو، ان هو دي بتاخد العاقل، فهحذفها. احط مكانها لو انت فاكر هحط which. تمام. ماشي. طيب لو انت مش فاكر الريلاتيف كلوزز برضك روح، انا شارحها برضك في الفيديو. ماشي. انا شارح من الصفر حرفيا، يعني انت ممكن اصلا تعتبر دي ليله امتحان، يعني المنهج كله وكل حاجه في ساعه ونص. طيب تعالى كده نشوف السؤال التالت. بص هنا بقى السؤال ده كده، السؤال ده فيه اكتر من حاجه. حلو الكلام. طيب هنا برضك هنا المفترض يبقى فيه لاست عشان تبقى ماضي. تمام. وهنا في جو فلا، فهنا اصلا المفترض الجمله دي اصلا كلها هتبقى ماضي تام. طيب هكتبها ازاي بقى؟ تعالى يا سيدي وانا اقول لك. بص هكتب هنا she asked، تمام، عادي جدا me. بعد كده where، ماشي لحد هنا مفيش مشكله. فبعد الاي هحط had، لان دي بتاعت الماضي التام. بدل الجو هخليها جن، لان لازم تبقى في التصريف التالت. تمام. هكمل عادي جدا. لقيت الجمله. ماشي. تعال نخش كده على السؤال الدايلوج. سؤال الدايلوج، بص يا سيدي. بص اول حاجه تعملها في الدايلوج، شوف الاول كده هو الكلام على ايه او مين اللي بيتكلم مع مين، تحلل الشخصيات. والله انا فهمت ان انا عندي واحده اسمها دينا بتكلم واحد اسمه علي. طيب بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على حاجه اسمها قصص السفر. ماشي. طيب عايز افهم بقى فين السؤال هنا، ده كده سؤال عايز نعمل له سؤال، وهنا كده طالما نقطه يبقى انت كده عايز نعمل لك اجابه. ماشي. وهنا هتبقى اجابه، وهنا هتبقى اجابه. ماشي. تعالى كده نشوف بقى هنعرف نعمل المحادثه دي ازاي. فبدأوا الكلام هنا طبعا هنا بدأ علي. تمام. فبيقول لها ايه؟ بيقول لها what are you doing، يعني بتعملي ايه يا دينا؟ تمام. ماشي. فردت عليها، ردت هنا كان علي اللي بيتكلم، فدينا ردت عليه.
اهلا يا علي. ماشي، انا كده فهمت حاجه؟ لا انا ما فهمتش كده الدنيا. مش هعرف اجاوب دول، انا كده معيش معلومات اصلا. طيب، وممكن من القصه اقول ايه مثلا؟ اقول I am reading، تمام، about travel stories، انا بقرا قصه عن السفر. ماشي، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه يعني؟ تعالى نشوف بقى، نحاول ان احنا نجيب بقى من القصه تكون بقى حاجه ماشيه. قصدي من الدايلوج ده حاجه تكون ماشيه مع الجزء ده كده. التابلت التابلت مش عاجبه الموضوع. هنا بتقول له ايه؟ بتقول له I traveled to الأقصر with my friend، يعني انا رحت الأقصر مع ايه؟ مع صاحبتها. ماشي. القلم، بص القلم مش راضي يشتغل. ايوه اشتغل يا عم. القلم مش عاجبه الوضع يا جماعة. ايوه كده اشتغل. تمام. طيب يبقى كده ممكن اقول ايه مثلا؟ اقول انت سافرتي مثلا سافرت رحت فين مثلا؟ ممكن نقول ايه مثلا؟ where did you travel last holiday مثلا. تمام. هنكتبها هنا. تبقى، تعالى كده اكتبها لك عشان ما تقولش ان انا قصرت معاك. where did you travel؟ عشان المساحة مش هتكمل. ماشي. رحت فين الأجازة الأخيرة؟ ماشي. فهي طبعا هنا هو الرد بتاعها. فهنا بيقول لها انت شفت ايه؟ شفت ايه هناك؟ عامة اصلا الحاجات دي كده فيها غلط. تمام. الكتابة مش مظبوطة يا جماعة. فبيقول لها انت شفت ايه هناك؟ ف... فممكن نقول ايه مثلا؟ نقول شافت يا عم مثلا معابد مثلا. يبقى I saw، تمام، temples and ancient museum مثلا. ماشي، شفت تماثيل ومعابد وكده. ماشي، هنشوف اللي بعده. فهنا بيقول لها هل انت استمتعتي بالرحلة بتاعتك؟ هنا ممكن نقول ايه مثلا؟ طالما هنا سأل بتد، انا علمتك الحتة دي. طالما سأل بفعل مساعد، تمام، يبقى السؤال ده اجابته يا اما يس او نو. صح كده؟ طيب ممكن احط يس هنا اهو واسكت، او ممكن اقول يس I enjoyed مثلا. ماشي. تعال نشوف اللي بعده. هذا عندك عمر. فهنا بيقول لها they are important because they، هنا بيقول لها ان القصص ديت مهمة جدا علشان بتعلمنا عن الاماكن. ماشي. يبقى انا كده ممكن اقول ايه مثلا؟ ممكن اسأل على اهمية القصص، تمام، القصص الاثرية او القصص بتاعت السفر، اسف. ممكن اقول ايه مثلا؟ we are، تمام، travel travel stories important، واحط علامة استفهام واقفة. تمام. ده كده كان السؤال بتاع الدايلوج. تعالى كده نحاول نكتب الباراجراف ده. ماشي. نفهم الأول كده وأنت بتحل الباراجراف لازم تبقى فاهم حاجة. سيب الجزء ده فاضي. شوف أنت الجزء ده كده، أنا عايزك تسيبه لي فاضي وتبدأ من هنا وتبدأ بحرف كابيتال. تمام. ماشي. وعايزك تبدأ بحاجة اسمها first، تمام، أو firstly. تمام. وهنا في الجزء ده كده بتاع البادي، عايزك إن أنت برضو إيه، حط بقى ايه اللي هي الحاجات، الروابط دي برضو كان قلت عليها في المحاضره بتاعت الباراجراف. مهمه جدا نروح اسمعها، تعلمك ازاي تكتب باراجراف برضو. وهنا ممكن ان انت تحط مثلا ايه in conclusion، تمام، مثلا lastly كده. طيب دي بعض الكلمات اللي بنستخدمها في كتابه الباراجراف. طيب يبقى انت كده فهمت ازاي ايه نقسم الباراجراف بتاعنا. طب تعالى كده نحاول نكتب الباراجراف ده. هنا السؤال بيقول لي، هنا العنوان بيقول لي العمل الجماعي بيؤدي الى نجاح اكتر. ماشي. طيب ده ممكن نكتبه ازاي؟ تعالى يا سيدي وانا اقول لك. ممكن اقول ايه مثلا؟ اقول تيم وورك. طبعا بص بقى عشان انا مش هكتب،
هحاول كده ان انا ايه، اسمع بقى مني كده ايه اسمع مني كده، هحاول ان انت تكتبه. لو انت معاك طابع النموذج ده حاول ان انت تسمع مني وتكتب، لان انا مش هقدر ان انا اكتب بسبب ان القلم اللي معايا ده مش افضل حاجه يعني. طيب، هتبقى هنا team work. تمام. team work ماله is very important. is very important. ماشي. طيب بعد كده ممكن اقول طيب is very important فين in our life. تمام. because it leads تمام to more success. تمام. ممكن حد هنا كده الكلام اللي انا قلته ده كده واحط فول ستوب. طيب، يبقى انا كده ايه جبت من العنوان ان ايه الكلام ده كله انا جايبه من العنوان، يعني انا كاتبه من دماغي اهو من العنوان، يعني ان العمل الجماعي بيؤدي الى نجاح اكتر. تمام. وبيخلينا ان احنا ناجحين وهكذا. ماشي. وحطيت هنا فول ستوب. خلاص، تعالى بقى كده، واهميه الفول ستوب والحاجات اللي زي كده دي مهمه جدا، النقطه والفاصله والكلام ده كله مهم جدا. تعالى كده نشوف اللي بعده. ممكن اقول مثلا اقول مثلا when. تمام. people مثلا. ممكن اقول work. تمام. together لما الناس بتعمل سويا. او حاطط نقطة، او حاطط فاصلة، اسف، حط فاصلة. ممكن هنا نقول زي كان مثلا share ideas and help. ممكن برضو ماشي ونقف لحد هنا. تمام. يبقى ممكن مثلا ان احنا بنساعد بعض وايه وفي افكار وهكذا. ماشي. ممكن مثلا نقول ايه مثلا تاني. ممكن نقول every مثلا. every يعني بقول لكم القلم مش عاجبه الكلام. ممكن مثلا نقول ايه، نقول every person in a team has different skills مثلا. ماشي. ممكن برضو نقول ايه مثلا آه مثلا so work become. بص بقى، انا عايز كده ان انا اعمل حاجه، بما ان احنا بنحل الامتحان ده. اعمل حاجه اعلمك اصلا ازاي تشغل دماغك في كتابه الباراجراف. بص يا سيدي، طبعا انت الحل كده كده، انت اكيد انت حليت باقي الامتحانات، بس انا عايز ان انا اعلمك حاجه. تمام. ونطبق الحاجه دي مع بعض. وعايزك ان انت قبل ما تروح الامتحان تحل شامل تاني. تمام. يعني تمسك اي امتحان شامل وتحله تاني وتجرب الطريقه دي. وانت بتكتب تعمل زي ما انا قلت لك، اللي هي الطريقه بتاعت اللي هي فيرست وفيرستلي وهكذا، وبترقم وبتظبط الدنيا كده. بتظبط الورقه بحيث ان الورقه تكون شكلها مناسب. ماشي. هنا وانا بحط العنوان احط ما بين قوسين. ماشي. وزي ما قلت لك هنا احط فيرست او فيرستلي، هي واحده فيهم. تمام. واقول مثلا ايه، اقول مقدمه كده ايه خفيفه. ماشي. بعد ما اقول الكلام ده، بعد ما اقول المقدمه هعمل ايه وانا بكتب؟ في حاجه اسمها اللينكس، اللي هي الروابط. ايه الروابط دي؟ الروابط ديك انت هتلاقيها في فيديو كتابه الباراجراف. الروابط ديك عباره عن 60 كلمه. تمام. 60 كلمه دول هيساعدوك ان انت تكتب باراجراف بشكل صحيح. ازاي؟ لان هم فيهم كلمات زي ايه مثلا، زي مثلا حيث ان. مش انت بتستخدم الكلام ده في العربي؟ قال لي اه فعلا. بما ان، اذا، ف، او ك. تمام. الحاجات اللي زي كده من ناحيه اخرى. طيب، هو انا لو معايا الكلام ده كله اللي انا بكتبه في العربي، وانا بس لو انا بكتب باراجراف كده معايا مثلا وليكن 10 كلمات، ال10 كلمات دول هيخلوني ان انا اكتب باراجراف؟ اه طبعا. ممكن ان انت تستخدم ال60 دول 3 مرات عادي. ازاي؟ يعني ان انت ممكن بال10 كلمات تقوم مدخلهم على ال60 كلمة.
تمام، وتعمل بيهم موضوع، وبعد كده تقوم جايب 10 كلمات تانيين، تمام، تشكل بيهم موضوع تاني وهتكتب الموضوع بسهولة. تمام، مش انت بتقعد تعمل كده في العربي، اللي هو حيث ان، بما ان، فاك، والحاجات اللي زي كده، اللي فعلا انا بعمل الكلام ده كله. طيب ما الكلام ده كله موجود عندك في الفيديو بتاع كتابة البرد. طيب عايز منك ايه تاني؟ عايز منك، لو انت ليلة امتحانك النهارده، عايزك ان انت تعدي على اسئلة القصة كلها، طبعا زي ما اتفقت معاك، تعدي على اسئلة القصة كلها من المصدر اللي معاك اللي انت بتذاكر منه، سواء بقى بتاع مدرسك ايا يكن. تمام. طيب بعد ما اعدي على القصة، طريقة سؤال القصة تتحل كالآتي. ازاي؟ انا عندي القصة لازم ان انا اكون حافظ الكلمات بتاعتها. ماشي. طيب بعد كده انا عندي، طالما هي قصة يبقى انا هجاوب في زمن الماضي. ومش انت بتقول البطل عمل وراح وجه وهكذا، يبقى ده كده زمن ماضي. مش هينفع استخدم اي حاجة تانية غير زمن الماضي. يعني الفيرب بلس اي بلس اي دي. تمام، او اي اي دي في الاخر، يعني اخرها دي. ماشي. طيب في ايه تاني؟ ان لازم ابقى فاهم ازاي استخدم verb to be زمن الماضي. ده هيساعدني، اللي هما ال was وال were. كل ده مشروح طبعا في فيديو كتابة الباراجراف، وفيديو السكيلز برضو ده كله مشروح. ماشي. طيب في ايه تاني؟ لازم نشوف فيديو السكيلز اللي انا سايبه لك. ليه؟ لان هو بيتكلم معايا ازاي اتعامل مع كل الحاجات اللي زي كده، انا شارحها شرح تفصيلي. يعني الحاجات دي كلها مشروحة شرح تفصيلي حرفيا، اللي هو بقى ازاي بقى اتعامل مع الرايت، ازاي اتعامل مع المحادثة، ازاي اتعامل وهكذا. تمام. فانت لو انت واقع منك حاجة لازم ترجع تشوفها. خلاص. ربنا يوفقكم. وانا برضو كان معاكم لحد ليلة الامتحان، ولو في امكانية ان احنا ننزل امتحانات تانية باذنك يا رب هننزلها. تمام. اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم يا جماعة.